مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده ومشكله جديده من برنامج من الحياه. سؤال ممكن يساله كتير من الازواج والزوجات لنفسهم، او سواء لكل واحد فيهم للطرف الاخر لما يحسوا ان هم بقوا مستائين من بعض وما بقاش بينهم الحب اللي كان موجود قبل كده. يسالوا بعض: هو احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ يا ترى ده نتيجه طبيعيه جدا لعلاقه الزواج ممكن يتم في مرحله من مراحل العلاقه اللي بينهم، ولا ممكن يكون اخطاء عملناها وتجاهلناها؟ والاهم من ده كله، يا ترى نقدر نرجع نتوافق من تاني؟ هو ده موضوع حلقتنا النهارده. لكن ده حابه ارحب بضيفي اللي مشرفني ومنورني في الاستوديو، دكتور جمال شحاته، استاذ بجامعه حلوان واستاذ ورئيس قسم الاجتماع والتربيه بمعهد الدراسات القبطيه. برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك واهلا بكل المشاهدين. اهلا بحضرتك. طبعا موضوعنا اعتقد ده يعني ممكن يتم في كل بيت، لا يخلو بيت غير لما يسالوا بعضهم: هو احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ احنا كنا بادئين كويس، لكن ايه اللي حصل بينا عشان نوصل للمرحله؟ طبعا احنا النهارده هنعرف اكتر ايه الاسباب ممكن نوصلنا لحاله زي كده، وازاي كمان نقدر نرجع ونتوافق مره تانية. بس خلينا نروح نشوف الاول موقفنا الدرامي بجسد مشكلتنا. اتفضل. ونرجع نتناقش مع حضرتك. نهى، يا نهى. ايوه باسم. ايوه باسم. طبعا قاعده على النت ومروقه ولا على بالك. ادي النت. خير يا باسم؟ في ايه؟ مش عارفه في ايه؟ اتفضلي هنا. ده ايه ده؟ ده القميص بتاعي. هو انا مش قايل لك خياطير الزرار المقطوع؟ معلش يا باسم، ثواني هقوم اخيطه لك حالا واجيبه. بعد ايه؟ بعد ايه يا هانم؟ ما انت اصلا لو واخده بالك من بيتك وجوزك كنت عملتيه. ده على اساس بقى ان انا مهمله في حقك وحق البيت؟ كل ده علشان نسيت اخيط لك زرار قميص؟ وتنسي ليه اصلا؟ معلش بقى، بني ادمه مش روبوت، بنسى زي كل الناس ما بتنسى. ضغط شغل وبيت وولاد عادي بتحصل، ولا حضرتك ما بتنساش؟ مالكش دعوه بيا، كل واحد يخليه في حاله. وبعدين ايه صوتك العالي ده؟ هو انا مش قايل لك 60 مره صوتك ما يعلاش عليا؟ وانا قلت لك 100 مره بطل طريقتك دي في المعامله معايا. انت بتعاملني على اني شغاله عندك مش مراتك. كل شويه خناق وزعيق، ده احنا بقينا بنتخانق على اتفه الاسباب. انت السبب، مش طايقه لي كلمه، ما بتفوتيش اي حاجه. انا برضو؟ ده انت بتتلكك لي، ده انت بقيت بتتخانق على اتفه الاسباب، ده انت بتجيب حاجات من الدولاب تتخانق عليها. ليه كده يا باسم؟ سألي نفسك يا هانم، ولو عرفت ليه يبقى عرفيني. اوعي. هو في ايه؟ احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ مشاهدينا، ورجعنا لكم مرة تانية بعد الموقف الدرامي. دكتور جمال، زي ما شفنا موقفنا الدرامي، كل طرف في الزواج بيسأل الطرف التاني او حتى يقعد بينه وبين نفسه: هو احنا ايه اللي وصلنا لك؟ احنا كنا بادئين بخطوات كويسة وماشيين يعني ماشيين في يعني حالة يعني زوجية كويسة وعاطفية، وكان طبعا الخطوبة ما احلاها رومانسية، ويعني العلاقة حلوة جدا. بعد شوية يحسوا ان الصراعات بتحتدم بينهم، مش عارفين يتلاقوا. فعايزين نعرف هو ايه اللي بيحصل عشان يوصل اي علاقة للمرحلة دي. عارفه ليه؟ ليه؟ لانه ما عاشوش فتره الخطوبه في الجواز. بمعنى المشاعر والاتصالات والحوار. قصد حضرتك ما كملوش واحنا بنستحمل بعض في الخطوبه طبعا، وبنخاف على بعض وبنخاف على زعل بعض. الكلام ده للاسف بيجي في الزواج وينتهي وكأنه مرحله وعدت. هو لو الكلام ده
والممارسات اللي احنا بنعملها فترة الخطوبة تمت في فترة الزواج، الزواج هيبقى مرحلة خطوبة ومش هيبقى فيه مشاكل. لكن برضه أنا برجع بقى غياب الكتاب المقدس من البيت، غياب المسيحية من البيت، البيت ما هوش المسيح. معلمنا بولس الرسول حط لنا أساس للعلاقات بين الناس، ممكن ناخدها على العلاقات الأسرية في القطعة اللي احنا بنصليها في صلاة باكر أفسس 5. معلمنا بولس الرسول بيقول أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع القلب والوداعة وطول أناة محتملين بعضكم بعضا في المحبة لكي تكونوا جسدا واحد وروحا واحدة. ده دستور، من واحد، دستور. أول حاجة بيطلبها مننا بولس الرسول بلجاجة، أنا الأسير في الرب، أنا مش أي حد، ده أنا بولس الرسول المعجون بالمسيح. بسألكم أن تسلكوا كما يحق لإنجيل المسيح، وصايا وتعليم الإنجيل. هتسلكوا إزاي؟ بكل التواضع القلبي، لأنه الأنانية زي ما احنا عرفنا قبل كده في حلقات سابقة وحب الذات ممكن تخرب البيت. اوكي. فلازم يبقى في تواضع قلبي، يعني تواضع حقيقي. السيد المسيح قال لنا تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. نمرة 2 الوداعة. يعني ايه وداعة؟ يعني احنا بنتكلم بهدوء، مفيش عنف، مفيش حد بيظن في التاني السوء. بنتعامل مع بعض بحوار هادئ وديع. عارفه الانسان الوديع؟ كونوا ودعاء كالحمام وحكماء كالحيات، والحمامة وديع. يبقى عندنا تواضع قلبي ووداعة، وايه تاني؟ طول أناة. لازم نطول أناة بعضنا على بعض، ونحتمل ما دي الاحتمال اللي بعديها. طول أناة يعني الواحد يطول باله، ما ينفعلش على طول، ما يغلطش على طول، يسمع ويفهم وبعدين يتكلم. بعد كده الاحتمال، ان احنا يعني نشوف ربنا بيحتملنا كم مرة في اليوم. ربنا لو بيعملنا زي احنا بنعامل الناس، شوف كان ايه اللي ممكن يحصل. في احتمال وفي ايضا محبة. زي ما بيقول معلم دروس فصول، المحبة مالها؟ المحبة تتأنى وترفق ولا تحتد ولا تطلب لنفسها ولا تتفاخر ولا تظن السوء. شوف لو طبقنا دول هل يحصل مشكلة؟ يبقى احنا غياب الثقافة المسيحية عن البيت بتمثل مشكلة. الأسباب بقى اللي بتؤدي إلى النواحي الاجتماعية، الملل. الحياة روتينية، اللي بنعمله النهارده بنعمله بكره بنعمله بعده. الانسان بيصاب بالرتابه والملل. طب دي هنعمل فيها ايه يا دكتور؟ طب ما دي لازم يعني تغيير يعني كل فتره نغير اسلوب حياتنا، نغير الروتين اليومي، نعمل حاجه جديده. مش شرط تبقى مكلفه ان احنا نروح مكان او لكن نغير علشان نكسر هذا الملل. وخلي بالك الملل جه دلوقتي بسبب التكنولوجيا الحديثة، وبطلنا نتزاور وبطلنا نروح لبعض وبطلنا نشوف بعض وبطلنا نخرج. التفاعلات بتقل كل واحد مع نفسه. بطلنا نخرج، فالحياة بتصاب بملل. برضو عدم إشباع كل طرف احتياجات الطرف الآخر. كل إنسان له احتياجات اجتماعية ونفسية قبل ما تبقى له احتياجات بيولوجية. عايز احترام، عايز تقدير، عايز يشعر بالحب، عايز يشعر بأن الحاجة اللي عملها الناس حاسه بيها وحاسه بتعبه وحاسه بمجهوده، سواء الزوج او الزوجه. فاشباع الاحتياجات النفسيه، انا عايز اشعر في بيتي ان انا كبير، ان انا ليا قيمه، ان انا ليا كرامه، ان انا ليا تقدير، سواء الزوج او الزوجه. لو ما شعرتش بالكلام ده بيت هدور عليه بره. عشان كده ده بيفسر، بيبقى سبب من اسباب الانحرافات، ان انا ما عنديش احتياجاتي في العطف والحنان والمحبه ولا تشبع، حتى بالنسبه لبناتنا واولادنا لا تشبع داخل البيت، فبضطر ادور عليها بره. ادور عليها بره. صحيح. الحاجه الثانيه عدم احترام الفروق الفرديه. ربنا لم يخلقنا اسطمبه واحده. في تنوع، في اختلاف، وده شيء جميل. ففي فروق فرديه. يعني ايه فروق فرديه؟ لو افترضنا ان الفروق الفرديه 10، تلاقي ربنا عاطي انسان 1 و3 و7 و8 و9، واحد عاطي له 4 و10 و7 و6.
يعني انا عندي مزايا وعندي زوجتي قدرات عندها مزايا اخرى مش موجوده عند التاني، والتاني عنده ميزات وقدرات مش موجوده عندي. فبالتالي بنكمل بعض. بالظبط، فلازم نحترم هذه الفروق الفرديه. يعني انا ممكن امسك ورقه ابص فيها اقراها في 20 ثانيه افهم فيها ايه، واحد تاني يحتاج دقيقه او دقيقتين. ده مش وحش، ولكن دي قدره، نحترم الفروق الفرديه اللي بيننا وبين بعض. برضه استنيني بقى، فهم سيكولوجيه الرجل والمراه. طبعا دي مهمه جدا. المراه ليها سيكولوجيه والرجل ليه سيكولوجيه. للاسف الرجل بيظن ان المراه تفكر وتشعر كما يفكر الرجل، والمراه تظن ان الرجل يشعر يفكر كما، او المراه كما فكر زي الرجل. كل طرف زي التاني، وده غلط. لا، المراه ليها سيكولوجيه لازم افهم. يعني عند مواجهه مشكله معينه يعني اللي في البيت، المراه تحب تتكلم حوالين المشكله وما يهمهاش الحل. لو الزوج قدم لها الحل عمل لها احباط. هي عايزه نوع من يعني احساس بالمشاعر، انا حاسس ده بيكي، هي انا بتشعر مقدر. بالراحه اه لما تتكلم عن صحيح. المشكله. صحيح. لما تيجي تمنحها وتقدم لها الحل يبقى انت يا سيدي سيبها انت تتكلم كده شويه. كبتها زي الحله البريستو يعني كده سيبها دايما تتكلم يشبهوا شويه. الست زي كده. وبنقول للستات يعني خف شويه في الكلام يعني. الراجل العكس طبعا، هو الراجل يدخل الكهف بقى. يخش مخدعه وبيحاول يفكر ازاي يحل المشكله. الست تيجي تقول له انت بتحب جديد، هو انا كومودينو في البيت مش مهتم بيا. هو مشغول بايجاد حل للمشكله، فلازم بيحاول يرتب اوراقه من اول وجديد. لازم تفهم ذلك. يعني الرجال برضه بيحبوا يمجدوا القوه، مش عايزين يشعروا بالضعف. الستات كتير بتدي رجالتهم نصايح. هو في فكره بقى، هو انا يعني مش عارف، هو انا الطفل، هو انا هبل، هو انا طفل اللي مش عارف النصيحه. وساعات نصايح تبقى يعني بسيطه جدا، يعني مش محتاجه نصيحه. هي ساعات بتبقى نوع من النظام في البيت بس، فتديها دايما تدي النصايح دي كابنها. وبالتالي هي بتنصح ابنها، فالراجل لازم يعرف ويفهم انها هي لما توجه له نصائح بتحبه، وفي نفس الوقت بنقول لها خف شويه عن تقديم. إن مش عايزين نتكلم في الموضوع ده كتير، الكلام ده فيه كتير. الحاجه الثانيه زي ما اتكلمنا قبل كده، غياب التواصل والحوار. ما بنتكلمش معه، ما بنتفاهمش، ما نتبادلش المشاعر. لما تبقى في مشكله، اكتشاف اخطاء بقى في الطرف الاخر ما قدرش، ما تمش اكتشافها اثناء فتره الخطوبه. دي بقى مشكله كبيره فعلا. وما قدرتش اتعامل معاها، او ما قدرتش اتقبلها، او شفتها وتغاضيت عنها. ده فتره الخطوبه. يعني وبدات اكتشفها بعد دلوقتي ما في اكتشفتها دي برضو بتبقى احد اسباب المشاكل اللي بتحصل، اللي بتبقى موجوده يعني. تمام. دي معظم يعني اللي بيؤدي الى الخلافات يعني. اعتقد بقى يا دكتور يعني برضو المرحله اللي هم بيوصلوا لها ديت بتبقى مش وليده اللحظه، يعني بيبقى في موقف واثنين وثلاثه وفي تراكمات. يعني ممكن لو كانوا الاول ما كانوش اهملوها ما كانوش وصلوا للمرحله دي. عايزين نقول بقى هنا ايه العلامات التحذيريه، يعني ايه اللي هنشوفه في البيت كده يقول لا احنا علاقتنا في خطر، يبداوا يراجعوا نفسهم تاني ويقعدوا ويبداوا يشوفوا هيقدروا يتوافقوا ازاي. في مثل عربي بيقول مستكبر النار من مستصغر الشرر. يعني اكبر حريقه في الدنيا جايه من شراره صغيره. فاحنا لو واجهنا هذه الشراره الصغيره في بدايتها بتبقى ما بنوصلهاش الى الحريقه الكبيره. بمعنى ايه؟ ان احنا نبادر الى حل المشاكل الصغيره اول باول عشان ما تتراكمش وتسبب الانفجار. يعني بنقول للستات لما تشتري طماطم ولا بطاطس وبتحط في الميزان، اخر بطاطسايه بتطبق بالميزان، هل هي دي اللي عملت المشكله ولا في كذا واحده قبليها؟ بنفس الكيفيه. صحيح. فيبقى نحل مشاكلنا اول باول. طب ايه العلامات؟ لا، ما يبقاش في حوار، بطلنا نتكلم، يبقى في مشكله. لما كل واحد يصدر للتاني ما نسميه بالبلدي الوش الخشب. ما فيش انفعالات، ما فيش ابتسامة. لما الحياة بتاعتنا بقت روتينية، أدوار، كل واحد بيقوم بدور روتيني. لما بنختلف مع بعض كتير وبنختلف على أقل حاجة صغيرة، يبقى هناك مشكلة. صحيح. لازم نبدأ نقعد مع نفسنا ونراجع نفسنا ونشوف ايه اللي وصلنا لهذا الحال.
هل انا عندي اخطاء كزوج؟ هل انا عندي اخطاء كزوجه؟ نقعد وندي نفسنا فرصه ونراجع نفسنا ونقعد نتكلم مع بعض. هنا بس في الحوار هنا اللي بنتكلم فيه علشان ما يتقلبش الى خناقه في النهايه، لان انا كنت في احد الاجتماعات وبنقول لهم الحوار، فواحده وقفت لي بتقول لي بلا حوار، اسف في اللفظ، بلا نيله، ده احنا في نهايه كل حوار بنتخانق مع بعض. طلع عشان ما تعرفوش تتحاوروا. الهدف من الحوار احنا نتفاهم، مش فرض الراي. الحوار لازم يبقى في جو هادي، لازم نختار المكان المناسب والزمان المناسب للاثنين، ما يبقاش فيه الفاظ صعبه، ما فيش طرف يدين الطرف الاخر، ولا انت يجرحه. اللي عملت وانت السبب، ولا يجرحه، لان ساعات في ولا يجرحه. بيقول كلام يفضل موجود. نبتعد عن الالفاظ الجارحه. ممكن ما نوصلش الى تفاهم في الجلسه، ناجلها المره تاني واحنا عايشين مع بعض كويسين. احنا ما قدرناش نوصل لهدف، طب احنا تعبنا شويه، طب احنا ناجلها لغايه ما نصل الى تفاهم. فبالحوار نقدر نحل كتير من مشاكلنا. ما قدرناش نحله بالحوار، نوسط طرف ثالث محايد، حد في العيله حكيم، الكنيسه، اب اعتراف، مرشد روحي، كل ده ممكن يدينا محايد، لا هيجي معايا ولا هيجي معاها، وبالتالي ممكن يدينا اراء او يدينا حلول مفروض نتقبلها. اوكي تمام. طب على ذكر بقى حته ان احنا ما نعديش مثلا ونراكم، في ناس تانية ما بتحبش كل شويه تتكلم علشان سلام البيت، يعني مثلا مش كل حاجه حصلت صغيره انا هتكلم وهعمل بيها مشكله، بتخاف انها تعمل مشكله. فعايزين نقول دي لغايه فين اعدي؟ يعني برضو احنا مش كل حاجه نتكلم عليها ونعمل مشاكل، لغايه فين اعدي وامتى بقى لا اقول لازم اتكلم؟ هو بالعكس، احنا لو اتكلمنا اول باول ده مفيد. يعني انا لو شفت زوجتي ضربه بوز وما بتتكلمش وبتحط الحاجه وتمشي، لا تعالي انت زعلانه من حاجه. لا مش زعلانه. لا انت هي ستات لا دايما. لا هقول لها كده، انت اكيد زعلانه من حاجه عشان عملت كذا كذا. ايه الموقف اللي انا زعلتك فيه او اللي انت زعلت منه وخلاكي وصلت لهذه المرحله؟ ممكن تتكلم وتقول له الموقف. هنا في حلين، يا هو يعترف بخطأ ويقول بالفعل انا عملت كده انا اسف، الموقف اتحل، او يقول لها لا ده انت فهمتي غلط، ده انا كنت اقصد كذا كذا وانت اللي فهمتي غلط. وفي كلا الحالتين الموقف اتحل. بس انا مع حضرتك ان مش كل جزئيه نبدا نتعاتب عليها. هي دي بقى. لكن ما وصلهاش لدرجه انه كل طرف يعيش، في علم الاجتماع بنسميه في حاله اغتراب. يعني عايشين مع بعض وكل واحد عايش في حاله. لا ما نوصلش للدرجات، ونبدا نتفاهم ونبدا نتكلم زي ما قلت لحضرتك. انا كمان كنت اقصد بحاجات اللي هي ان احنا نعدي في حاجه هفوات صغيره، مثلا حد مثلا ساب التكييف مثلا، حد ساب الاضاءه، ساعات بلاقي خناقات بين الازواج على الحاجات الصغيره دي، فعايزه اقول ممكن حد مثلا ما حطش حاجه في مكانها، قصدي الحاجات دي ممكن تتعدى يعني. ما ده المفروض. يعني الحاجات الصغيره يعني نختار المعارك بتاعتنا يعني. الا اذا تكررت كتير فبنلفت النظر، وبنلفت النظر باسلوب هادي مش باسلوب اللوم. ما انا ممكن الفت النظر يعمل عند، ممكن الفت النظر يقول حاضر. فلو لفت النظر باسلوب هادي واسلوب فيه محبه الاخر هيتقبل، لكن لو بلومه ممكن يعند. صحيح. طب ان وصلنا بقى للنقطه الاهم في حلقتنا النهارده، وهي ازاي نقدر نتوافق تاني ونتكيف بعد كل مرحله حسينا ان احنا بايدنا بعاد وفي جبل كده ما بيننا. ايه الخطوات ان احنا نتوافق؟ وطبعا المفروض نعيد التوافق ونعيد التكيف. ده شيء طبيعي ان هو مره واثنين اثناء الحياه، مش مره واحده يعني. ده كتير. يعني نراجع نفسنا اولا ونشوف الاسباب اللي وصلتنا للموقف ده ونحاول نعالجها، وكل طرف يقوم بدوره. يعني ساعات كل طرف يلقي باللوم على الطرف الاخر، انت اللي وصلت لنا لهذا الحال، او انت اللي وصلتينا لهذا الحال. الحقيقه ما فيش حد بيوصل حد، ولكن الاثنين بيوصلوا بعض. يعني حتى انا لو استجابتي كانت سلبيه بالنسبه للطرف الاخر، لو هو استقبلها بمحبه حولها لايجابيه. فالطرفين مسؤولين، يعني صح. كل واحد على دور. فنراجع انا اخطائي ايه، انا اللي عملته ايه، وايه اللي سبب هذا الموقف اللي احنا بنعيشه دلوقتي ومسبب مشاكل لينا. وبروح الود والتفاهم ممكن نصل الى ازاي نحل هذا الموقف، وازاي نغير من ادوارنا
وازاي نغير من اسلوبنا، وازاي نبقى اكثر تفاهم واكثر محبه واكثر خدمه، ان كل طرف يقوم بدوره اللي المفروض يقوم بيه. لانه احيانا يعني زي ما بنقول في الجواز، انت عليك دور يجب انك تقوم بيه من غير ما حد ما يقول لك، او من غير ما تنتظر شكر من حد. ده واجبك وده دورك المفروض تقوم بيه. صحيح. احيانا بنسمع الام بالنسبه لجوزها، وانا الخدامه اللي جابها لك مش عارف مين، هو انا المرطود اللي جابه لك مش عارف مين. لا يا حبيبي، لا يا حبيبتي، انتوا الاثنين اتجوزتوا، طالما رضيتوا تتجوزوا، كل واحد عليه ادوار المفروض يأديها بمحبه وبرضا ومن غير ما ينتظر شكر. صحيح لو كان هناك تقدير من الطرف الاخر للدور، ده بيدي نوع من السعاده ونوع طبعا من يعني الرضا. لكن انت عليك ادوار المفروض تقوم بها اولا قبل ما تطلب الطرف الاخر يقوم بالادوار. لو احنا عملنا كده الدنيا هتستقيم والدنيا هتمشي. وكمان يا دكتور ساعات بتحصل في تطورات في الاسره مثلا، فده هيخلينا نرجع كل شويه نبدا نعمل انا اقول لحضرتك حاجه. اول موقف المفروض نراجع فيه نفسنا ولاده طفل جديد. طبعا ده هيغير الادوار في الاسره. احنا قاعدين مبسوطين ومرتاحين وكل واحد بيقوم بدوره، وجه طرف طيب مين اللي هيسهر بيه بالليل؟ مين اللي هياكله؟ مين اللي هيغير له؟ مين اللي هيوديه للدكتور؟ مين اللي هيقعد بيه؟ نعيد توزيع الادوار. والزوجه شغاله؟ والزوج شغال. لازم، ده بنسميه صراع الادوار بقى. لازم نحل هذا الصراع زي ما قلت لحضرتك، ان نعيد توزيع الادوار، او نجد طرف ثالث يساعد في الاهتمام بالطفل. بعد شويه دخل المدرسه. صحيح. مين هيودي، مين هيجيب الحاجات دي؟ بعد شويه بقى مراهق، دخلنا في مرحله المراهقه. بعد شويه العيال دخلوا الجامعه او عايزين يتجوزوا. بعد شويه العيال اتجوزت وخرجت من البيت، فرجعنا تاني مع بعض. الحياه او يعني سلسله الحياه بتفرض علينا، او دورات الحياه بتفرض علينا مواقف لازم نتغير. صحيح. ولازم ادوارنا تتغير، ولازم نظرتنا تتغير، ولازم سلوكياتنا واسلوبنا في التعامل يتغير. اذا هو ضروري جدا كل فتره وكل مرحله من عمرنا كازواج ان احنا نقعد مع بعض ونحاول نعمل توافقات مره اخرى. دي مش بتقول ان احنا فشلنا، بالعكس، ده النجاح، ان احنا كل مره بنعيد حساباتنا مره ثانيه. بنعيد حساباتنا ونبدا نتصرف على الاساس الجديد، على اساس المواقف اللي ظهرت لنا جديد. اوكي تمام. كلمه اخيره حضرتك تحب تقولها النهارده لكل الازواج؟ الزواج شيء مقدس، والأسرة شيء جميل يجب ان احنا نحافظ عليها. الأسرة يعني دايما لما السنكسار بيتقرا لسيرة قديس يقول لك ربياه أباه أو والداه على المحبة وعلى خوف ربنا وعلى كذا وكذا وكذا، فطلعت الأسرة دي ايه؟ قديس. لو جبنا جزرايه وقسمناها نصين وحطينا واحده في محلول ملحي وواحده في محلول سكري، دي هتطلع حاجه مخلل والثانيه تطلع مربى. مين اللي طلعهم؟ البيئه، الاسره. اذا الاسره هي الاساس. يعني ولادنا لو طلعوا كويسين يبقى احنا السبب. في نفس الوقت ولادنا لو طلعوا احنا مش راضيين عنهم عن سلوكهم ما نلومش ولادنا، احنا نلوم نفسنا. فالاسره ده دي وزن عطانا ربنا، بركه عطانا ربنا، وعشان تبقى بركه برضو نشوف بقى ابونا الكاهن وهو بيقول بيوت صلاه، مش كده؟ ايوه. بيوت طهاره وبيوت بركه. عشان تبقى في بركه في البيت لابد البيت يبقى فيه صلاه. صحيح. بيبقى فيه طهاره القلب والجسد والفم. لما تتوافر الطهاره مع الصلاه البيت هتحل فيه البركه، والبركه هتحل كل شيء. صحيح. وده خير ختام لحلقتنا النهارده. في نهايه حلقتنا كل شكر لحضرتك يا دكتور. لا ربنا يبارك فيك. اشكرك. مشاهدينا، مشكله ممكن تكون جوه بيت اي حد فينا، مش عيب ان احنا نتكلم فيها بصراحه، العيب ان احنا نغطيها ونقول كده راحه. خلينا نناقش مشاكلنا بايجابيه لغايه ما نوصل لحلول جذريه، واشوفكم في حلقه جديده من برنامج من الحياه.